معنا أحاديث 3 روايات تقريبا في نفس الفضل، وأتمنى من الجميع ينتبه إلى كل رواية فيهن، ثم نتكلم عن شرح هذه الروايات السهلة العجيبة. وكل حديث النبي عظيمة والله. تبي تعرفون فضل الله عليكم، اسمعوا إلى هذه الروايات. عمل قليل لكنه عظيم عند رب العزة والجلال. الله يعظم هذه الأعمال. مرات سبحان الله تستغفر يغفر لك الله، تسبح الله تغرس لك الشرف في الجنة، تقول سبحان الله بحمده غفرت خطايا كانت مثل زبد البحر. ترى هذا من سعة رحمة الله عز وجل والله. ومن الله عز وجل يمن على هذه الأمة، أعمارها قصيرة لكن أعطاها الله عز وجل أعمال عظيمة جدا. اسمعوا إلى هذا الحديث. هذا الحديث عند أبو داود وعند النسائي وأحمد وغير من أهل السنن. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وأرضاه. علي بن أبي طالب هذا عاش ومات وهو يعلم يقين أن الله يحبه. والله كل ما قرأت هذا الحديث الله المستعان. كيف كان يصلي علي بن أبي طالب؟ يعني كيف كان يدعو الله؟ هو يعلم يقين. النبي قال لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. العبرة مو أنك تحب الله ورسوله، العبرة أن يحبك الله ورسوله. فتخيل علي هذا رضي الله عنه وارضاه يعلم يقين أن رب العزة والجلال يحبه. الله أكبر. كيف كان يصلي؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ كيف كان يدعو الله إذا كان له حاجة؟ الله أكبر. إيش يقول علي بن أبي طالب؟ يقول كنت إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحاب النبي قال استحلفته. الله أكبر. العلماء يقول ليش علي استحلفه؟ قال زيادة في التوثيق والاطمئنان، بيطمن يعني يطمئن يعني رضي الله عنه. يقول وإذا حدثني أحد من أصحاب النبي استحلفته. اسمع هذا الجاية. قال فإذا حلف صدقته. قال وحدثني أبو بكر الصديق فصدق. استحلف أبو بكر؟ مستحيل. هذا الصديق الأمة الأكبر، هذا الله سماه صديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق، واللي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فحدثني أبو بكر الصديق وصدق. ما يستحلف أبو بكر الصديق. إيش حدث أبو بكر الصديق؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء. اسمع هذا الحديث، وهذا فضل الله على هذه الأمة. قال ما من عبد يذنب ذنبا، اسمع، فيحسن الطهور، في رواية الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الله أكبر. أي ذنب، ما من عبد يذنب ذنبا، أي ذنب ترى يا أخوان. قال فيتوضأ، يحسن الطهور وضوء، يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اسمع، قال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الله أكبر. أي ذنب، سنة، أخطأت، نظرت للحرام، تكلمت الحرام، اغتبت، فعلت، يا أخي توضأ وصل ركعتين واستغفر رب العزة والجلال، والله يغفر لك الله. مصداق الله. اسمعوا الرواية الثانية عند الطبراني. من راوي هذا الحديث؟ انتبهوا إلى الاسم، يوسف بن عبد الله بن سلام. الله. أبوه حبر من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام، كان اسم الحسين فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. وهذا الولد الصغير اسمه يوسف، منو سماه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في حجره سماه يوسف. عبد الله بن سلام هذا قبل لا نتكلم في حديث النبي، هذا النبي قال هو عاشر 10 في الجنة. هذا من سادات المسلمين، ترى كان حبر من حبار اليهود وبعدها أصبح سيد من سادات المسلمين. عبد الله بن سلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من هذا الفج رجل يأكل هذه القصعة هو من أهل الجنة. يقول سعد بن أبي وقاص
فتركت أخوي يتوضأ، قلت يا الحين يجي أخوي ويكون من أهل الجنة. يقول فجاء عبد الله بن سلام فأكل الفضلة. فعبد الله بن سلام هذا رجل من أهل الجنة. يوسف ولده يروي هذه الرواية. إيش الرواية؟ يقول ذهبت إلى أبو الدرداء. الله أكبر. أبو الدرداء منه؟ عويمر بن عامر، صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي. قال ذهبت إليه في الشام فقال يا بني ما الذي جاء بك إلى هذا البلد التي عنيت نفسك فيها؟ جيت من آخر الدنيا عشان. قال صلة لما بينك وبين أبي. يقول أنا جاي بر في أبوي لأن كان صاحب أبوي، فأنا جاي زايرك. شوف تخيل من المدينة جايك في الشام، صلة ما بينك وبين أبي. قال فأخذ بيدي فأجلسني فساندته فجلس. فقال أنت يا أبو الدرداء بئس ساعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو 4 مفروضة وغير مفروضة. يعني شو المفروضة وغير مفروضة؟ يعني ممكن أذنب قبل صلاة العصر، توضأ صلى العصر استغفر يغفر له الله عز وجل، أو بدون صلاة عمل ذنب راح توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله يغفر له. بس شو يقول أبو الدرداء؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو 4 مفروضة سنة الصلاة كانت أو فرض، اسمع، مفروضة أو غير مفروضة، ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. تخيل أذنب صلى مثل الرجل اللي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيت يا رسول الله مرة أو امرأة فعملت معها كل شيء إلا الزنا، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت صلاة العصر صلى مع النبي فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاك. قال يا رسول الله لي أنا؟ قال للناس كلها، فغفر له الله بعد ما صلى العصر. هذا مصداق حديث أبو الدرداء، قال يصلي 2 أو 4 مفروضة أو غير مفروضة إلا غفر الله. هذه الرواية الثانية، هذه عند الطبراني. اسمعوا الرواية الأخيرة عند البيهقي وبعدين نتكلم عن فضلهم. عند البيهقي من حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا، اسمع، فيعلم، علم بس، فيعلم أن الله عز وجل إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر له، قال كان حقا على الله أن يغفر له. الله أكبر. والله هذا حديث عظيم، هذه رواية عظيمة سبحان الله، فيها سعة رحمة رب العزة والجلال. إلى الآن هذا الرجل ما سوى شيء. انتبهوا إلى الحديث، ما من عبد يذنب ذنب، اسمع، فيعلم، علم يقين، يعلم أنه الآن معرض لعقوبة الله، وأن الآن الله يقدر يعذبه على هذا الذنب، يعذب عليه أو ما يعذبه، هذا تحت المشيئة عند الله. إن علم هذا يقين بعد الذنب، اسمع شو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان حقا على الله أن يغفر له. من اللي يجعل حق على الله؟ هذا تفضل أصلا من الله. الناس ما له حقوق على رب العزة والجلال، الله اللي له حق عليهم، خلقهم وسواهم عدلهم. فتخيل هذا الحديث من أجل الأحاديث وأعظمها، كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. انتبهوا يا أخوان، هذه الروايات الثلاثة اللي ذكرناها إيش الدل؟ الدل على سعة رحمة رب العزة والجلال، وأن الله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، وأن الله عز وجل يقبل توبة العبد. حتى جاء عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة اللي هي وصول الروح عند الحلقوم، بس دونها يقبل الله في أي وقت. صحابي جليل تعرفونه كلكم، اسمه عمرو بن ثابت الوصيرم، هذا دخل المعركة وقاتل وربعه ما يدرون، فخذه وربعه، هو من بني عبد الأشهل من ربع سعد بن معاذ. فتخيلوا هذا الرجل سبحان الله لما كانوا يتفقدون موتاهم فلقوه في الرمق الأخير، قالوا ما الذي جاء بك؟ جاي حمية لقومك؟
قال لا، جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ايش قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال يا رسول الله عمرو بن ثابت معنا لقينا. قال عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة. يقول أبو هريرة راوي الحديث والله ما صلى لله صلاة، والله يقول أبو هريرة يقسم أن هذا الرجل ما صلى لله صلاة. شوفوا رحمة رب العزة والجلال هذه الأمة، شوفوا فضل الله عز وجل، ما صلى. تخيلوا رجل يجاور الأنبياء والصديقين والشهداء هو ما صلى. هذا فضل الله عز وجل. أمات على الجهاد وعلى الشهادة. هو كان رجل كافر، أمس كان كافر، اليوم في معركة أحد أسلم وقاتل وسبحان الله ودخل الجنة عرضها السماوات والأرض. فلذلك أهل العلم يقولون في هذه الروايات الثلاث الله عز وجل بيان سعة رحمة الله. اي والله ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أكبر، شوف رحمة الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل عمل الذنوب كلها، اسمع، قالوا مع ذلك ما ترك لا حاجة ولا داجة، لا صغيرة ولا كبيرة إلا عمل، هل له من توبة؟ الله أكبر. قال له صلى الله على محمد، قال له تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال أما أني أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام تترك السيئات وتعمل الحسنات يجعلهن الله لك كلهن حسنات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أرحم الله وأجل الله. تخيل رجل شايب يقول ما تركت من الذنوب شيء، كل الذنوب أنا عملتها، لي توبة. فقال هذا الرجل وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، أنا عملت ذنوب كبيرة وصغيرة وكلها يغفرها الله. قال نعم. يقول له صلى الله عليه وسلم فراح الرجل ولا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اي والله اي والله الله أكبر. تخيل هذا رجل كان يحاد الله عز وجل ورسوله، ما من ذنب الا عمله، لكن سعة رحمة الله. هذا اللي احنا نقوله. في البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذنب رجل ذنب فقال اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه. طيب قال عليه الصلاة والسلام فقال قد غفرت له. الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ عليه يعني يعاقب عليه، قد غفرت له. قال ثم أذنب هو فقال اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أو يأخذ عليه، أشهدكم أني قد غفرت له 3 مرات. في الثالثة قال الله عقب ما قال هذا الرجل نفس الرأي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ عليه، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. الله أكبر. كل مرة لكنه يتوب، لكن اللي ضعفه يقع في الذنب ثاني مرة فيغفر له الله. يقول الشيخ ابن عثيمين إذا تاب الرجل توبة نصوح زين وقع فيه ثاني مرة يغفر له الله. قال ولو وقع في الذنب 1000 مرة. شوف رحمة الله، ما يتعمد لكنه يتوب ويحقق شروط التوبة. اي شروط التوبة؟ اول شيء يقلع عن الذنب، 2 يعزم ما عاد يرجع، 3 يندم. هذه 3 شروط. الرابعة إذا بينك وبين الآدميين حق ترجع لهم، أما هذه بينك وبين رب العزة والجلال لابد تعزم أنك ما ترجع. زين لو رجعت توب ثاني مرة، توب. جاء رجل شوف جاء رجل الحسن البصري قال يا أبا سعيد كان نعمل الذنب ثم نتوب ثم نعمل الذنب ثم نتوب. شوف الشيطان يبين له أن توبة هذه ما تصلح وأنك اترك الاستغفار وخلاص ما دام أنك كل ساعة ترجع. ايش قال له؟ قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. لا، يقول فلا تملوا الاستغفار. انتبه، فلا تملوا الاستغفار. إذا وقعت استغفر وتوب. زين حتى لو طحت في ثاني مرة ما يخالف، يغفرها الله عز وجل ثاني مرة.
كل ما تتوب توبة نصوحة تحقق الشروط هذه ما تفرح انك تتكلم مع ربعك انك عصيت الله قبل فترة، لا، ولا تتكلم في قول استغفر الله وانت قلبك عازم على الرجوع للذنب، ما يجوز، هذا لعب. فلا بد تحقق الشروط الثلاثة. قال يا رسول الله رأيت الرجل يعمل الذنب، قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر ويتوب، قال يغفر له الله ويتوب عليه. قال ثم يعمل الذنب، قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر ويتوب، قال يغفر له ويتوب عليه. عشان لا يكمل هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمل الله حتى تملوا. ما دامك انت كل ما وقعت في ذنب استغفرت الله يغفر لك. ما تشوف علي في حديث علي بن ابي طالب كان يتوضا يحسن الطهور وضوءه، صلي ركعتين ويستغفر الله يغفر له الله. فلذلك يحرص الانسان. والله يا اخوان الله عز وجل رحمن الدنيا والاخره ورحيمهم، لكن سبحان الله لا تتعمد الذنب، لكن لو وقعت في الذنب ضعف ايماننا سبحان الله، يعني نقع في الذنب مره بعد مره، كما قال الله انكم تخطئون